حرفيا احنا النهارده هنتكلم عن ارخص هاتف ممكن تشتريه حاليا في العالم كله، يعني من ارخص الهواتف. ولكن مش ده الغريب، الاغرب بقى انه بيقدم امكانيات كويسه جدا على سعره. فجهز نفسك كده ويلا بينا نبتدي الفيديو. ولكن كالعاده قبل ما نبتدي معرفش ابتدي الفيديو غير ما ارحب بيكم. يا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناه موبي سي. احنا النهارده يا جماعه هنتكلم عن هاتف انفينكس سمارت 7. طبعا زي العاده هنتكلم عن مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، كمان المقارنه اللي بتكون في اخر الفيديو، واي حاجه محتاج تعرفها عن الهاتف هنوضحها بالتفصيل. ولكن ضروري يا جماعه لايك، اعملوا لنا لايك يا جماعه، لايك ببلاش، لايك واشتراك وتفعلوا الجرس، ويلا بينا نبتدي الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع أفضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. نتكلم كالعادة عن تصميم الهاتف. أول حاجة اللي الصراحة بقت حاجة طبيعية ومعتادة من انفينكس إنها تعمل تصميمات مميزة وشكلها كويس الصراحة، حتى لو الهاتف ده رخيص. التصميم من وجهة نظري لأن هي أذواق، شايفه شكله مميز وحلو الصراحة. خامات الهاتف طبعا بتيجي من البلاستيك. طيب نخش على الشاشة، والشاشة هنا بتيجي بحجم 6.6 بوصة بجودة HD+ وبدقة 1612 في 720 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 267 بكسل لكل انش. والشاشة هنا نوعها IPS LCD، والشاشة طبعا بمعدل تحديث 60 هرتز. طيب بص ركز معايا، زي ما قلت لك قبل كده انت بتشتري هاتف من ارخص الهواتف في العالم حاليا، ان ما كانش هو الارخص اصلا، يعني من ارخص الهواتف اللي ممكن تشتريها جديدة. فالشاشة هنا على فئة وسعر الهاتف هتقدم لك اداء كويس وجيد بالنسبة للسعر اللي انت بتدفعه او بالنسبة لسعر الهاتف. ونيجي هنا نشوف اداء الموبايل او المعالج، والمعالج هنا هو يونيسك SC9863A1، يعني اسم كبير جدا مش عارف ليه، اللي بيجي بدقة تصنيع 28 نانو. والمعالج ده اداؤه قريب او اقل شوية من معالج ميديا تك هيليو G35 بفرق بسيط يعني. طيب ركز معايا برضو هنا كويس جدا، زي ما قلت قبل كده انت هنا بتشتري هاتف اقتصادي ورخيص، فالهاتف هنا موجه للاستخدام العادي البسيط، استخدام زي فيسبوك مثلا، يوتيوب، مكالمات، العاب خفيفة، وممكن ممكن تشغل العاب زي بابجي، ولكن مش هتكون كويسة او الاداء مش هيكون كويس، لان الهاتف او المعالج موجه للاستخدام الخفيف. وده طبيعي لانك بتشتري هاتف اقتصادي ورخيص، مش هتروح مثلا تشتري هاتف في السعر ده تشغل عليه العاب كبيرة او تقيلة، لا المعالج هنا موجه للاستخدام الخفيف وده طبيعي، والمعالج هنا كويس ومناسب على فئة وسعر الهاتف. الهاتف هنا بيجي بنسخة وحيدة وهي 64 جيجا مع 4 جيجا رام، والهاتف بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي في منفذ مخصص لغاية 1 تيرا. الهاتف هنا جايب 2 كاميرا خلفية، الأولى 13 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، أما الكاميرا التانية فهي 3/10 ميجا بكسل ودي اللي عمل العزل. والكاميرا الخلفية تقدر تصور بيها فيديوهات بجودة فول HD بمعدل 30 فريم في الثانية. وكاميرا الهاتف الأمامية بتيجي 5 ميجا بكسل وبتصور فيديوهات بجودة HD فقط بمعدل 30 فريم في الثانية. الهاتف هنا بيقدم لك بطارية بحجم 6000 ملي أمبير، بطارية كبيرة وممتازة، وحرفيا هتقدم لك أداء كويس جدا. ولكن للأسف هي مش بتدعم الشحن السريع، هي بتدعم الشحن العادي بقوة 10 واط فقط، وده طبيعي على سعر الهاتف. الهاتف انت هتطلعه من العلبة باندرويد 12. الهاتف مش بيدعم NFC وده طبيعي برضه. الهاتف بيدعم منفذ السماعات، منفذ الشحن بيجي من نوع التايب C، والصراحة دي حاجة مميزة ان هاتف في السعر ده يكون بيدعم منفذ شحن تايب C. سماعات الجهاز لا تدعم الاستيريو وده برضه حاجة طبيعية جدا على سعر الهاتف، ده ما يعتبرش عيب. الوان الجهاز هما الازرق والاخضر والاسود، والهاتف هنا بيدعم البصمة وموجودة في ظهر الهاتف. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافه لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنه في اخر الصفحه. وقبل ما نخش على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. هنيجي نتكلم عن مميزات الهاتف. والبطاريه هنا كبيره وهتقدم لك اداء كويس، برضو المعالج كويس على فئه الهاتف.
اما بالنسبة للعيوب فالصراحة الهاتف هنا من الهواتف النادرة اللي ما فيهاش عيوب على سعرها، يعني مش ببالغ صدقوني، ولكن سعره الرخيص على امكانياته فمش قادر اطلع فيه عيوب الصراحة. خلونا دلوقتي بعد ما قلنا كل حاجة عن الهاتف نعرف سعر الهاتف، ولكن خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية مجرد اسعار احنا متوقعينها، لان الهاتف لسه منزلش مصر ولا السعودية. الهاتف نزل رسميا في الهند بسعر 88 دولار، السعر المتوقع في مصر 4000 جنيه، السعر المتوقع في السعودية 450 ريال. طيب كده كويس قوي، ولكن ايه افضل منافس للهاتف ده في نفس فئته السعرية او بنفس السعر؟ عندنا هاتف شاومي بوكو سي 50، الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف انفينكس سمارت 7. هنخش على المقارنة ما بين الجهازين، ولكن قبل المقارنة احب اقول لك ان احنا هنا في قناة موب بي سي عملنا مراجعة لهاتف شاومي بوكو سي 50، لو انت حابب تشوفها هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. اول حاجة هنقارن المعالجات، وهنا معالج انفينكس هو يونيسيك اس سي 9863 A1، وشاومي بيجي بمعالج ميدياتك هيليو A22، وهنا معالج انفينكس بيتفوق بفرق مش كبير قوي. الشاشتين زي بعض، شاشة IPS LCD بجودة HD بلس ومعدل تحديث 60 هرتز، وهنا الاتنين زي بعض. انفينكس بيجي ببطارية 6000 ملي امبير، وشاومي بيجي ببطارية 5000 ملي امبير، وهنا بطارية انفينكس بتتفوق. وطبعا الجهازين مش بيدعموا الشحن السريع، وده قلنا ان هو طبيعي. طيب بعد ما شفنا الفرق ما بينهم خلونا دلوقتي نعرف الفرق ما بينهم في الاسعار، ولكن خد بالك ان اسعار الجهازين اسعار احنا متوقعينها، لان الجهازين لسه ما نزلوش مصر. سعر انفينكس المتوقع نسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام 4000 جنيه، سعر شاومي المتوقع نسخة 32 جيجا مع 3 جيجا رام 3900 جنيه. من خلال موقع مو بي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسميه للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزه وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب مو بي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهايه الفيديو لو في اي هاتف معين عايزيننا نعمل له مراجعه اكتب اسمه في التعليقات، وكمان مستني اراك في هاتف انفينكس سمارت 7. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه.